واحد الصباح عثروا على واحد السيده مقتوله في المنزل ديالها. البوليس لما التحقوا بعين المكان ودخلوا غادي يعثروا على اشياء صادمه. من بين هاد الاشياء هادي كاين عظام بشريه عند هاد السيده اللي لقاو مقتوله. شنو كانت كدير هاد السيده وشنو هما الاسباب ديال الوفاه ديالها وعلاش قتلوها هو اللي غادي نعرفوا في الحلقه ديال اليوم. ولكن قبل ما ندخل معكم في سرد احداث او اطوار قضيه اليوم ضروري ما نشكر المتابعين ديالنا فين ما كانوا كيتواجدوا، وايضا كنرحبوا بالمتابعين الجدد اللي اول مره كيشاهدوا او التحقوا بقناه قضيه اليوم. للاشاره فقناه قضيه اليوم هي قناه مختصه في القصص والملفات البوليسيه المغربيه الغامضه اللي دارت الاحداث ديالها في قرى او مدن المملكه. بدون اطاله وعلى بركه الله ندخلوا معكم في سرد احداث او اطوار قضيه اليوم. والجريمه اليوم هي احدى القضايا ديال الشرطه القضائيه ودارت الاحداث ديالها في سنه 2008 في واحد الحي شعبي. كتسكن واحد السيده اللي في العمر ديالها 45 سنه، الاسم ديالها ليلى، عندها ولده في العمر ديالو 24 سنه. ليلى الراجل ديالها مات وكانت يلاه ولدت، يلاه الولد في العمر ديالو تقريبا داك السنه او سنه ونصف. بقات عايشه بوحديتها، والديها وخوتها بداو كيتعاونوا معها في الاول، ولكن هذا الزمان الناس عياو جمعوا يديهم. السيده بدات كتخلي داك الولد عند وحده مخوتها وكتخرج تخدم، نوبا كتمشي تخدم في القهاوين نوبا في الديور، ولكن لقات راسها بانها اللي خدمت عنده كيتحرش بها لان كانت مرا زوينه ومازالها صغيره كيطمعوا فيها. اليوم غدا بقات صابره على داك الحال لان ما عندهاش باش تخلص الكرا الماء والضو وزيد. حتى واحد النهار الحومه المجاوره لهاد السيده هذه، اي الحومه اللي مجاوره اللي كتسكن فيها ليلى، جات واحد السيده مرا كبيره العمر ديالها فايت 60 سنه. هاد السيده هذه كرات واحد المحل وبدات كتمارس شعوذه. اليوم غدا السيده تعرفت هاد الشوافه بداو كيجيو عند الناس من كل بلاصه. ليلى من باب الفضول حتى هي مشات عند هاد الشوافه وحكات لها الحياه ديالها. هذيك الشوافه بقات فيها ليلى، قالت لها: يا بنتي وانت كتخدمي كضربي تماره والناس كيطمعوا فيك كما قلتي، علاش ما تخدميش معايا؟ قالت لها: فاش نخدم معاك؟ قالت لها: شوف انا خاصني شي وحده اللي تقابل معايا هنايا، الناس كيجيو عندي وكيكون زحام، انت بداي تستفي الناس وبداي تدخلي واحد بواحد وانت خدامه معايا ونتهلا فيك. درتها بحال الشكل ديال كاتبه. الا شات بان هذه الخدمه هذه سهله، غادي توقف في الباب، دخلي انت خرجي انت تسناي انت شدي النوبه انت عادي. اليوم غدا هذيك الشوافه الناس ديال الحومه اللي جات كرات عندهم شافوا راسهم بان دخلت واحد السوسه تما. بزاف د العائلات يقدروا يسحروا رجالاتهم او تعطيهم شي مصيبه يوكلوها رجالاتهم. الرجال ديال الحومه خافوا على راسهم، ناضوا تيديروا واحد العريضه وكيتشكاو بهاد الشوافه. هاد الشوافه مع المده بداو تيحاصروها. السيده خافت على راسها. واحد الصباح جمعت داك الماتيريال ديالها، جمعت الرحيل ديالها ورحلت. خلات ليلى في هاد الفتره اللي خدمت مع هاد الشوافه جمعت واحد الفلوس، جمعت واحد المبلغ كبير. هذا المبلغ هذا اول حاجه فكرت فيها وهي تشوف شي منزل اللي تسكن فيه هي والولد ديالها. وداك الشيء اللي كان هذاك المنزل اللي كانت كاريه جات عند مولاه قالت له: شريف انا مده وانا كاريه عندك، فاش كان الراجل ديالي يلا توفى وانا كاريه عندك، هذا المحل هذا انا عجبني وتوالفت به، علاش ما تبيعوليش؟ هذاك السيد جاتو من الجنه والناس، شاف بان داك المحل غير كاريه، قال يبيعو ويشري حاجه اخرى. باع لها داك السكنه، شراتها منه خلصاتو، بقات ساكنه هي والابن ديالها حتى وصلت في العمر ديالها تقريبا داك 45 سنه. الولد ديالها في العمر ديالو 23 سنه. الولد ديالها قرا وما توفقش في الدراسه، خرج كيخدم. الخدمه ديالو خدام مع واحد مول العجلات، اي دوك الناس اللي كيبدلوا الاطار ديال الطوموبيلات، واكتسب واحد المهاره وبدا يخدم. بدا كيخدم على الام ديالو اي تيعاونها. السيده ما خاصها خير، الضو مخلص، الماكله جايه، الدار راها شاريها، ساكنه هي والابن ديالها. ولكن هي خلال الفتره ديالها او خلال فتره العمل مع ديك الشوافه اكتسبت واحد المهاره وقالت: علاش انا ما نوليش شوافه؟ السيده لعب ليها الشيطان بعقلها، ناضت عاوتاني وبدات كدير
كانت كتعرف مع الجارات، كتمشي عند هادي وكتجي عند هادي وكتمشي للمناسبات وكتمشي للعراسات وكذا وكذا. ولكن الوقت اللي دخلت لها تشوفت، الناس ديال الحومه خافوا، خصوصا الرجال. شي 5 ديال الرجال كاينين تما اللي قرابين ليها واللي الجيران ديالها، خصوصا واحد الزوج ساكنين فوق منها. قالوا لعيالاتهم هاد السيده هادي بعدوا منها، راه الا شفناكم غير دايزين حدا الدار ديالها راه ولا تنطلقوكم. الرجال ديال الحومه حلفوا لعيالاتهم باش يبعدوا على ليلى، لان ليلى انغمست في الشعوذه والسحر. ولكن ليلى ما كانتش هي كتعتمد على العيالات الحومه، الصيد ديالها شاع، وبداو كيجيو عند العيالات، هادو كيجيو من هنا وهادي كتجي من هنا، وهذا سياسي باغي يربح في انتخابات، وهذه ناظر الناس كيجيو عندها كيسحروا. اليوم غدا السيده عاوتاني ولات عندها واحد الكليكه تما، شي جاي شي داخل شي خارج. الناس الحومه عياو، مشاو داروا شكايه، ومع ذلك داروا شكايه، جا القائد المقدم حبسوا علينا هادشي، ولكن مع المدرجات لخدمتها السيده ولا عندها نفوذ، بقات خدامه. الولد ديالها ما رضاش، الولد ديالها قال شو الوالده، انا خدام بدراعي وبالحلال، وانت تكرفستي عليا وعندك الدار دابا وانا كنخدم، انا كنجيب لك الماكله، تنجيبوا نخلصوا الماء والضو كلشي، اش داكتي لهاد التماره هادي؟ السيده قالت له انا هاد الخدمه عجباني، كنجمع فيها الفلوس وكذا وكذا. الولد دابز مع الام ديالو، قال له شوف انت اللي غتمشي في هاد الطريق انا غندير معك القطيعه، غادي نمشي بحالي. هي ما بغات تراجع، وحتى هو قال غنمشي بحالي، وداك الشيء اللي كان. هاد الولد هذا شاف واحد الكراج قريب للمحل اللي تيخدم فيه، وكراه وفرشو وسكن فيه، بعيد على داك المشاكل ديال الام ديالو، وبعيد على داك الامور الشيطانيه. بقات الامور غاديه على هذا المنوال، الجيران بداو تيتشكاو بها. ولكن هي شافت بان كاين واحد 3 ديال الرجال محاصرينها، هي دارت داك خير وسيله للدفاع وهي الهجوم. مشات عند البوليس وديكلارات بهم بان دوك الرجال تيحاصروها وتيتهموها وكذا وكذا وكذا، اي عمرات عليهم. جاو تصنتوا لهم ولقاو بان كاين تما واحد الخلاف، هما تيتهموها بالسحر والشعوذه وهي كتهمهم بالاعتداء. الجيران بيناتهم تيدابزوا. دازت المده تقريبا حتى سنه 2008. واحد الصباح الجيران تيشوفوا بان شي عيالات كيجيو لذاك الدار ديال ليلى وتيدقوا عليها، ولكن السيده ما تتجاوبش، هي ما كتفتحش الباب. داز النهار الاول، النهار الثاني، السيده ما بقاتش خدامه. واش سافرت؟ واش مشات لشي بلاصه؟ الناس الحومه داروا معها القطيعه، ما بقاوش يهضروا معها، العيالات خافوا من رجالتهم، العيالات ما بقاوش كيدوزوا حتى الباب ديالها، يخافوا الراجل يشوفها كدوز من حدا الباب يمشي يطلقها. السيده مزوجه عندها ولادها، حتى هي المشاكل، ما بقاوش كيمشيو لعندها. حتى من دوك الافراح والعراسات ما بقاوش تيعيطوا لها. السيده ولات محاصره، بقات بوحديتها، ولات دايره واحد الشبكه بعيده على الحومه ديالها، كاع المعارف ديالها ما ساكنينش في الحومه. بقات الامور على هاد المنوال هذا، كما قلت لكم كيجيو الناس او كيجيو العيالات وما تيلقاوهاش. دازت المده ديال 11 اليوم. واحد الصباح الناس الحومه صبحوا على واحد الريحه اللي هي خايبه، ريحه نتنه. هاد الريحه من جايه؟ الناس الحومه شي كيعاود على شي كيعاود على جي، بداو تابعين المصدر ديال الريحه حتى لقاو خارج من المنزل ديال ليلى الشوافه. قالوا شي حاجه ما هياش، اما هاد السيده هادي جابت شي مصيبه او شي ضبع وراه خلاته هنا خناز، واما راه وقع على شي مشكل. علموا المقدم جا لتما تا هو تاكد، المقدم علم القايد علم البوليس جاو لتما شمو داك الريحه، قال لك سيدي كاينه شي حاجه. خبروا النيابه العامه عطاتهم الاوامر باش يقتحموا المنزل. الباب كانت مطرقه، شافوا الطريقه كيفاش ودخلوا، ولكن الوقت اللي دخلوا غادي يتصدموا. غادي يلقاو ليلى مقتوله وسط بركه ديال الدماء، وهذيك الدماء دازت واحد المده، هذيك الدماء يبست في الارض، الجثه بدات كتحلل. هنا خبروا النيابه العامه بان كاين جريمه قتل. النيابه العامه كيف العاده حرصوا على مسرح الجريمه واحتفظوا بالناس اللي بلغوا، ريتما يوصلوا العناصر ديال البي جي اي الشرطه القضائيه، وكذلك العناصر ديال الشرطه العلميه.
جاو الشرطه العلميه العناصر ديال بي جي، دخلوا لهذا المنزل. اول حاجه بغاو يرفعوا البصمات. السيده مطعونه في الصدر ديالها، في العنق ديالها كاينين 3 ديال الطعنات. هاد الطعنات باين بان سكين العرض ديالو صغير ولكن طويل، لان هاد الطعنات كانوا غائره. اللي ضرب ما كانش تيضرب ويخرج الموس، لا قياس الخير تيضرب وتيجبد، كيشرق اللحم. لاحظوا بانه لابسه لباس اللي هو عادي، لباس ديال النوم. السيده باينه بانها كانت ناعسه او فقط دير شي حاجه وتقتلت. ولكن الوقت اللي بداو تيقلبوا تما غادي يكتشفوا كاين واحد الامور ديال الشعوذه في واحد البيت. غادي يلقاو عظام بشريه، عظام بشريه ديال الانسان. تخيل معايا، دخلوا لواحد البيت لقاو اليد ديال بنادم غير العظومه، لقاو الجمجمه ديال الكلب. غريبه، هاد السيده كدير شعوذه، والناس قال لك ودير حنا ديكلارينا بها وما داروا معها حتى حل، هي صبحت مقتوله. غريبه، هاد السيده كتمارس الشعوذه في هذا المنزل هذا. دخلوا لبيت الناس. في بيت الناس كيتضح بانها كانت بوحدها، كاين واحد الخديه وكاين واحد البلاصه، وبين بانها ناضت وخرجت من الفراش من بعد تقتلات. ما كاينش حالات الفوضى في المنزل غير بيت الناس. بيت الناس لقاو فيه حالات الفوضى، هذاك البلاكارات وداك كلشي مهرس. باين بان السيده تعرضت للسرقه من بعد تقتلت. ولكن البوليس هما اللي فتحوا الباب كانت مطرقه. اذا اللي قتلها كتعرفوا او عندها معه علاقه. واش اللي قتلها امراه او رجل؟ العلم لله. الجثه تصوروها وقلبوا في المنزل، ما لقاو لا هاتف ولا حتى شي حاجه. الجثه غادي تنقل في الاتجاه ديال مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه وتحديد التاريخ ديال الوفاه. حاولوا يرفعوا شي بصمات، البوليس مازالين تما وهما يجيو شي عيالات من الكليانات ديال ليلى الشوافه. الوقت اللي جاو تما ناس الامن شدوهم، خداوهم الكوميساريان باش يحقوا معاهم. سولوا تما هاد السيده ما عندها المشاكل، وقال لك سيدي الحومه كلها مشكيه بها. انا غادي نطلق البحث. السيده الراجل ديالها متوفي، خوتها كانوا ساكنين قريبين للحومه ديالها، ولكن الوقت اللي ولات هي شوافه ما رضاوش ورحلوا، بداو تيعايروهم اختكم شوافه. كذلك ولدها تعقد من داك القضيه ديال ولد الشوافه، عليها رحل بحالته، مشى الولد تيخدم بدراعو. ولكن كما قلت لكم السيده عندها ديكلاراسيون او دايره واحد الشكايه ب3 ديال الاشخاص، وهما 2 ديال الرجال جيرانها ساكنين فوق منها لان هي كتسكن في الطابق السفلي، وكاين الطابق الثاني والثالث هادو مزوجين، وكاين واحد قبالتها. هاد السيد هو مزوج حتى هو دايره به شكايه بانه تيهددها. لما بحثوا البوليس عرفوا بان السيده عندها شكايات، وعندها ايضا هي دايره شكايه ب3 ديال الاشخاص غادي يجيبوهم يبحثوا معاهم. ولكن حنا ما غنطلقوا البحث حتى نشوفوا الطبيب الشرعي شنو غادي يقول لنا. هاد السيده كيفاش ماتت وشحال باش ماتت. هنا الطبيب الشرعي تيقول بان الضحيه تقريبا تقتلت قبل 11 اليوم، عطاهم واحد النهار بالضبط، وتيقول تقتلات ما بين 3 الليل و4 3 4 الليل اللي هي 3 4 الصباح. هاد السيده هادي تقتلت بواحد الموس، وحدد لهم النوع ديال الموس، قال لهم موس واحد باش تقتلت، ما كاين 2 ديال الطعنات نقولوا مختلفين، تكون ضربت بهذا الموس وضربت بهذا الموس، لا، فقط موس واحد. تحت اظافر الضحيه ما كاين لا خلايا جلد ديالها والو. قال لك سيدي ما قاومتش الضحيه. اذا الضحيه كتعرف القاتل ديالها، خصوصا الباب ما لقاوش مهرس. السراجم ديال السفلي فيه الشباك، اي مدينه مشينا ليها كنلقاو دوك الطابق السفلي ضروري ما كيديروا ليه السراجم. ما كاينش شي طابق سفلي تلقاه بلا سراجم ديال الحديد، ما عندوش داك الشباك. لقاو بان السراجم عليهم الشباك، عندها باب واحد، الا بغات تطلع للسطح خصها تخرج من الباب ديالها
وطلع في الباب ديال الجيران. عاد كتلقى الطبق الاول، عاود كتزيد تطلع في الدرج، كتلقى الطبق الثاني، كتزيد تطلع في الدرج حتى توصل للسطح. ولكن الجيران تيقول لك ودي هي ما عندهاش حقها في السطح، لان في الباب ديالها لاحظوا الناس ديال الامن كاين واحد الحديدات، كاين حديده هنا وحديده لهيه ودايره فيهم واحد السلك، اي تما تنشر التصبين ديالها. مثلا الا صبنت شي حاجه تنشرها تما في الباب ديالها. حتى من البارابول ما عندهاش في السطح، دايره في السرجم ديالها اي فوق الباب تما، دايره داك الترصيد البارابول. اي السيده ما تطلعش للسطح. لو كان كانت كطلع للسطح غادي تنشر في السطح، علاش غتحتاج دير دوك السلوكه في الباب؟ وعلاش غادي دير البارابول حدا الباب؟ كان عليه ديرها في السطح. اذا الجيران تيقولوا بان هاد السيده هادي ما كانتش كطلع للسطح، مانع عليها السطح. على اي هنا غادي نطلق البحث. اول حاجه غادي يجيبوا الولد ديالها. لما جابوه قال لك اسيدي هذيك الام ديالي، وانا الام ديالي ما عندهاش نقتلها. الام ديالي انا تعقدت بداك القضيه ديال الشوافه، ولد الشوافه. انا جيت عندها قلت لها الام ديالي وانت ما خاصك خير، انا تنخدم، حنا غير بجوج بينا، هذيك البركه اللي جبت ناكلوا انا وياك وحنا عايشين. علاش هاد الطريق الحرام والسحور ونقلبوا المشاكل لعباد الله وزيد. ولكن الام ديالي ما داتهاش في هضرتي، قالت لي لا انا هاد الدار درتها بكذا انا خصني نزيد. السيده طمعت، قال لهم اليوم غدا السيده شتا بان ما بغاش يتراجع من داك الشيء. قلت لها شوف الوالده باش ما نديش يسخط منك، انا راه غنمشي نكري. اخاتي اللي عجبك ديرو. انا مشيت للمحل اللي تنخدم فيه، شفت شي صحابي تما، قلت لهم ودي راه بغيت نكري هنا باش نجي قريب للخدمه، وما بغاش يقول لهم بان راه الام ديالي شنو كاين. داكشي اللي كان كراو ليه تما. السيد استقر تما، قال لك بدي انا في تنبات. ولكن هو تيقول بان الام ديالي انا ما كنتش قاطع معها في مره وتنتلاقى معها، وكانت كتلاقى معايا كتقول لي شوف وانا راه جمعت الفلوس، راه عندي الفلوس اجي ندير لك شي مشروع. كنقول لها شوف المشاريع اللي غادي يجيو بالفلوس الحرام انا ما عندي ما ندير بهم، انا كنخدم الوقت اللي سهل عليا الله في الحلال راه غندير المشروع ديالي. اما دابا تقول لي ندير مشروع فلوس ديال تشوف سودا راه ما نديروش. انا كنجي عندك بحكم انك الوالده ديالي وخدمتي عليا وانا مازال صغير، الا كاين شي حاجه فاش نعاونك انا نعاونك، ولكن تعطيني بلا ما تعطيني. كانت هذه الافاده ديال الولد من خلال الهضره ديالو كيبان بانه ولد ماشي شي واحد اللي مجرم او شي واحد ولكن يقدر يقتل امه ما يرضاش بداك الشيء. ولكن مهما هاد السيده تقتلت اذا كاين السرقه. هو تيقول بان الام ديالي عندها الفلوس وعندها الذهب، والام ديالي وعندها الذهب، لان حتى دوك العيالات اللي هما البوليس كانوا كيبحثوا هما جاوا تما فاش داهم الكوميساريه غادي تلقاهم بحالاتهم. شنو جيتو كديروا؟ قال لك اودي حنا هذيك السيده تنجيو عندها كدير لنا البركه. كيفاش البركه؟ سيدي كدير لنا شي جداول وكذا. وهذوك العيالات قال لك اودي حنا راه فايت لينا مثلا ما كيعطيوهاش الفلوس، تعطيوها ذهب دمليج كذا. السيده مدوره الحركه. حتى الولد ديالها قال لك اودي راه الام ديالي قالت لي عندي الذهب وعندي الفلوس. اذا الشوافه تعرضت للسرقه، الولد ديالها مشتبه فيه لان ما عندوش حجه الغياب. مثلا ذاك النهار ما بين الوحده والثلاثه الليل فين كنت انت؟ سيدي انا كنت في الدار ديالي، اي في ذاك المحل اللي كاري. شكون كان معك؟ سيدي بوحدي. واش انا غنجيب شي واحد نبيتو معايا باش يكون عندي حجه الغياب؟ ما يمكنش. قال لك سيدي مشيو للدار ديالك. قالوا مرحبا، مشاو معاه، دخلوا لذاك الدار. واحد الكارسونيه صغيره، الحويجات عاديين، سيد على قد الحال، داكشي اللي عنده باش كيقضي الغرض، الله يحسن العوان. دخلوا كيقلبوا هنا ما كاين شي حاجه. لقاو عنده واحد المبلغ ديال شي 3000 درهم او 4000 درهم. هاد الفلوس ديال من قال لك ديالي انا تنجمع هاد البركه وصافي. شي مرات الا وقفت من الخدمه ولا كنلقى باش نخلص الكرا وكنلقى باش نتحرك، هادو الفلوس ديالي. حتى دوك الفلوس اللي لقاو عنده، شوف المال ديال الحلال، لقاو داك الفلوس عنده موسخين، اي عليهم اثار ديال الكحوليه. اي داك الفلوس باينين بانه هو تيبدل العجلات ديال الطوموبيلات، اي الرويد العجلات تيطلقوا واحد الكحوليه في اليد. هذوك الفلوس مسكين هو بقاو داك الفلوس اللي عنده فيهم الكحوليه ديال العجلات. باين بان السيد تيخدم بدراعه. قلبوا هنا السيد ما عنده والو. داك الليله فين كنتي قال لك ودي انا تندخل، انا تنعيا تنقي الخدام في الليل، تندخل بحال تي كنتسكى.
السيد ما بلي ما والو، سولو صحابو قال لك اودي هاد الدري هذا درويش الله يعمرها دار، ما عمرناش منو شي حاجه خايبه، ما عنده افكار متطرفه ما والو. السيد متفتح، ضحك معاه تنشط معاه، السيد هادي ماشي شي واحد يقولوا متعصب او شي مرات تيقول لهم راه امي شوافه ندير لها نفعل لها. سولو داك صحابو تما قال لك اودي حنا ما عارفينش كاع الام ديالو شوافه، ما عمرو عاود لينا كيجبد غير بالخير. قال لك اودي الام ديالي الوالد مات صغير وانا كنت مازال صغير وهي بقات صابره عليا والله يحسن العوان وكذا وكذا. اي كيذكر الام ديالو بالخير. هذا الولد هذا ماشي هو اللي قتل الام ديالو، غادي يبحثوا معاه النيابه العامه. قالت لك يطلق السيد يمشي بحاله، والسيد ما عنده لا ذهب مسروق لا فلوس، عنده فلوس ديالو، الناس كيشهدوا معاه، عنده حسن الخلق. الا ماشي هو جابوا خوتها وخواتها، خوتها قال لك ودي حنا هذيك السيده الله يهديها ما كانش يدخل في ذاك المجال، وها انتم كتشوفوا النهايه ديالها، هي ماتت. وهاد السيده كل مره حنا كنا ساكنين حداها، كاين شي خوتها كانوا ساكنين حداها، وجاو الجيران تشكاو لهم قالوا هضروا مع اختكم، هذاك الشيء اللي كدير ما يصلحش جاي، داك الشيء راه حشومه وعيب وعار، ماشي في التقاليد ديالنا وماشي في الاعراف ديالنا. وحنا مشينا عندها وهضرنا معاها، ولكن هي اللي في راسها. واحد الوقت حنا عينا في الشكايات ديال الجيران، هزينا الرحيل ديالنا ورحلنا مشينا بحالتنا. ولكن واش هاد خوتها ما رضاوش وجاو صفاو عليها، كذلك غيبحثوا معاهم. ليلى الفلاني في كنتي؟ انا في كنت. جابوا مراته، سيدي كان في الدار. انت في كنتي؟ ها في كنت. جابوا مراته كان في الدار. علموا النيابه العامه مشاو معاهم للدار، قلبوا الدور ديالهم، لا فلوس ولا ذهب. الناس دراوش على قد الحال. قال لك اودي داكشي اللي نخدموه بالنهار ناكلوه بالليل، سالينا. خواتاتها قال لك اودي حنا مزوجات، عندنا رجالتنا. بحثوا معاهم، هاد السيده ما عندها العداوه ما نعرف، لان خوتها كيقول لك اودي هاد السيده راه الالاف تيعرفوها، ما غنعرفوا عندها العداوه. حتى ولدها قال لك اودي راه تيجيو عندها الناس من كل بلاصه، حتى من خارج المدينه. واش حنا هاد السيده هادي غادي نعرفوا مع من عندها العداوه؟ ولدها سولوه قالوا واش الام ديالك عمرها تشكات لك شي واحد؟ قال لك اودي تشكات لي غير من الجيران. هنا غيرجع لك القضيه الجيران، غيلقاو بان السيده دايره ديكلاراسيون 3 ديال الناس، جوج جيران فوق منها وجار قبالتها. وجابوا كذلك بعض الجيران واحد اخرين اللي فايتين هما داروا بها شكايه. هادوك الجيران اللي فايتين دايرين بها شكايه من غير هادوك 3. هادوك الناس قال لك اودي حنايا بالفعل حنا درنا بها شكايه، ولكن في التالي حنا عندنا خدمتنا، وباش نبقاو هابطين طالعين والمشاكل والصداع حنا ما عندنا ما نديروا بصافي. السيده ما كتجبدنا شيء، داكشي اللي كديروا بينه وبين الله ما وصلتنا شيء. حنا هضرنا معاها ما بغاتش يدير عقلها، تحمل المسؤوليه ديالها. حنا كاع ندمنا علاش دخلنا معاها في ذاك الموضوع. دوك الناس قال لك اودي حنا بعادي نقول بعد ما عندنا مشاكل معاها، حنا ندمنا اصلا علاش دخلنا معاها. هاد الناس هادو اعترفوا فين كنتو نتوما، في كنا عندهم حجه الغياب، الله يعاونك. بقاو داك 3 هادوك 3 جابوهم وفرقوهم على بعضياتهم، وجابوا عيالاتهم وفرقوهم على بعضياتهم، وبداو كيسولوا كل واحد انت عندك مشكل مع فلان؟ واسيدي عندي المشكل مع فلان، وهي ديك راسي بك كتهددها. واسيدي لا راه ما كنهددهاش، غير هي حقها فاش حاصرناها بغات دير داك الكونتراتاك، داز كدافع على راسها مزيان. وانت حتى هو تيقول نفس الهضره. هذيك السيده حنا ديكلاري بها وحنا ساكنين فوق منها وما رضات شي وكذا، وباش تحاصرنا مشات كديكلاري بينا. اللي قبلتها حتى هو تيقول نفس الهضره، قال لك ودينا قتلتني الريحه ديال البخور وكذا، وانا هضرت معاها وشافتني حاصرتها وديكلارات بها، مشات ديكلارات بيا. قولوا لنا الليله الفلانيه في كنتو، هاد الليله هادي في كنتو، اسيدي في كنت. ارى مراته كتقول لك ودي راه كان في الدار، واخا حيدوا جانبا. ارى الاخر ها في كنت، انت في المراه ديالو انت كنتي حاضره، السيد كان في الدار، قال كان في الدار، حيدها جانبا. عاود المراه الثالثه كذلك، هاد الرجال كانوا في الدار. ولكن نمشيو بالمنطق، هاد الجيران لو كان هما اللي قتلوها، هي اصلا عندها معاهم العداوه، وحتى اللي بغى يمشي عندها بالنهار، ولكن هي راه اللي قتلها بالليل. السيده كانت في الدار وناعسه وفتحت الباب. اذا شي واحد عندي مع العداوه وجي عندي في نص هاد الليل، راه ما يمكنش يفتح ليه، خصوصا هي مرا ساكنه بوحديتها. مشاو معاهم للديور قلبوهم. هاد الناس هادو هاد الجيران تعاونوا مع الناس الامن، دخلوا للمنازل، قلب سيدي خذ راحتك، ها شنو عندي ما لقاوش شي ذهب او شي حاجه من المسروقات. عاوتاني سولوهم هاد السيده ما عندها العداوه؟ قال لك اودي ما عندها عداوه ما حدها، حنايا لاننا داكشي اللي كديروا حنا خفنا على راسنا تعطي
العيالات ديالنا راهم هادو، راه تقدر المراه تمشي عندها ولا تلعب لها بدماغها، لانه ما تيقول لك هاد السيده اصلا الله يرحمها وتا هي مسكينه راه كانت درويشه. راه شكون اللي خرج ليها؟ هذيك الشوافه الاولى، هذيك الشوافه هي اللي علمتها هاد الشيء وعاوتاني هي جات دارت هاد الشيء. اذا حتى العيالات ديالنا راهم مدراوش، ولكن الا تلاقاو معاه راه غادي يعواجوا. اللهم الذيب حلال الذيب حرام الترك حسن. حنا قلنا العيالات ديالنا يبعدوا منها. واخا هنا نوض كيقلبوا على ديك المراه اللي علمات ليلى السحر. هذيك المراه لما بحثوا عليها لقاوها ماتت، شاهات عند الله. اذا داك البركه الشيطانيه اللي كانت عندها عطاتها ليلى هي كتخدم بها، لقاوها مقتوله. جميع البحث اللي داروا استعنوا بالملحانوت، مشاو كيستعنوا بالمقدم، استعنوا بالناس الحومه. قال لك يا سيدي حنا ما سمعنا لا حس ولا صداع ولا غوات ولا والو، لا الجيران اللي فوق منا ولا الجيران اللي قبالتها. قال لك حنا ما سمعناش الحس ديالها اصلا. هاد السيده كيفاش وقع ليها ما سمعناش. واش هاد السيده دايره شي علاقه مع شي واحد سيدي عندها بالليل وطمع في داك الشيء اللي عندها وداه ليها وقتلها؟ حتى هذا نظر، يقدر يكون شي واحد. هنا كنطلب من المتابعين باش يركزوا معايا، يشوفوا يلا هاد السيده شكون غيكون قتلها، خوتها بريئين او ابرياء؟ لان شحال واحد كيقول لي علاش كتقول بريئين؟ يمكن اللهجه ديالنا او اللغه ديالنا كنهضروا بهذا المنطق هذا او بهذا النطق هذا، وفي اللغه العربيه كنقول ابرياء. على اي نمشيو حنا بابرياء، الجيران ابرياء، خوتها ابرياء، ولدها بريء. هاد السيده شكون صفاها ليها؟ وهنا السؤال مطروح، دوك العظام البشريه كيفاش حتى حصلت عليهم؟ اذا اللي كيجيب داك العظام البشريه راه شي واحد تيمشي للقبور، تيحفر على الموتى ويجيب داك العظام البشريه. والله ما نعرف تكون قاتله هي شي واحد، ولكن نكون قتلاتهم دوك العظام البشريه، لان غادي يتحالوا على المختبر وغتجي النتائج بانهم قدامين ماشي جدادين، اي ماتوا واحد الحقبه طويله. واخا بقات حاجه وحده اللي تقدر تفك لغز هذه الجريمه، وهو الهاتف ديال ليلى، الهاتف ديال الضحيه. الهاتف ديال الضحيه هي عندها التليفون، ولدها قال لهم سيدي الام ديالي عندها الرقم ديالها، ها هو كذا كذا شي، عطاهم داك الرقم. التليفون ديالها كما قلنا ما تلقاش. هنا بامر من النيابه العامه غادي يحيلوا داك الرقم الهاتفي، لان لما صونوا عليه لقاو طافي اي غير مشغل. حالوا على الشركه ديال الاتصالات. الشركه ديال الاتصالات غادي تزود العناصر الامن بالرولوفي المكالمات الساطره والوارده على هاتف الضحيه. هذا هو الباب الوحيد اللي بقى عند الناس الامن، اما شي حاجه اخرى ما كايناش. الشوافه تسلمت الجثه ديالها، الابن ديالها دفنها، الدار غادي تسلم ليه لانه هو الوارث الوحيد. ولكن هذاك الشيء اللي تسرق والسيده شكون قتلها ما نعرف. داز واحد المده جروا له في المكالمات الصادره والوارده على هاتف الضحيه. ولكن كما قلت لكم السيده الا رجعنا تقتلت في التاريخ الفلاني، اي مثلا غنقولوا تقتلت نهار 12 في الشهر، ودازت واحد المده تقريبا ديال 20 يوم. اذا رحنا دخلنا في الشهر الثاني، ولكن هما السيده تقتلت نهار 12 في الشهر، تقريبا نهار 17 في الشهر الرقم ديالها اتصل بواحد الرقم، اي في الفتره اللي هي ميته التليفون ديالها اتصل بواحد الرقم. اذا التليفون ديالها مازال شي حد تيستعملو، بداو كيتصلوا بالرقم، اي بالرقم ديالها خارج التغطيه، بداو كيتصلوا بهذاك الرقم اللي اتصل بالرقم ديال اللي اتصل به الرقم الشوافه. ما جاوبهمش. واحد اللحظه هذاك الرقم عاوتاني ولا كيتصل، غيتصل بالبوليس. السلام عليكم. السلام،
هذا الرقم ديال من؟ غادي يعرفوا بان ذاك الرقم ديال واحد السيد تيخدم. فين تيخدم في البيسري الشراب. كاين واحد البيسري في المدينه ديال الشراب تيبيعوا الشراب. هو واش كيدير هذا السيد هذا؟ البيسريات ديال الشراب تيتشدوا تقريبا مع 9 د الليل. هو عنده شي حاجه ديال الشراب في الدار تيبدا يبيعها، اي تيبيع بدون ترخيص. هاد السيد هذا اتصلوا به الناس الامن، هو اتصل بهم قالوا له ودي بغينا نعرفوا هذا الرقم ديالنا. قال لك ودي راه ديال فلان، وما عرفوه. لما عرفوه قالوا اسمع فلان، معاك البوليس وحنا كنبحثوا في جريمه قتل، ما تورطش راسك. السيد قال لهم هذا شريف، هذا انا تنبيع غير الشراب، انا جاي عندكم. السيد جا قال لهم شوفوا ما كاين ما نخبي عليكم، انا خدام في البيسات الشراب وكتعرفوني، وانا تنترزق الله تنخطف شي قريعات تنجيبهم من الدار، الا عيط لي شي واحد تنبيعهم له. هادشي اللي عطا الله. بغيتو تديوني على هادشي ديوني، اما شي جريمه قتل انا ما عارفش. قالوا لي واحد الرقم ها هو غادي نوريوه لك، اتصل بك في النهار الفلاني. هاد السيد كيقول بانه انا بالفعل اتصلوا بي ارقام بزاف، لان اتصل به تقريبا حتى فايته العشاء، اي فاتت 9 د الليل. قال لك سيدي هذا الرقم هذا راه اتصل بيا هي، ولكن انا كيتصلوا بيا بزاف. انا كيتصل بيا شي واحد فين كان جاي عندك، فين كان جاي عندك، ما كيجيو عندي بزاف. هذا كيعطي الرقم هذا وتيعطي الرقم هذا، لان هذا الرقم هذا اللي عندي انا رقم مستعملو غير فقط دوك الناس اللي كيبغيو شراب حتى كيشدوا البيران. اي سيد تيخدم قراب كيبيع الشراب بدون ترخيص. قال لك سيدي هذا الرقم انا دايرو غير هذا المشكل هذا، شي واحد خصو الشراب تيعيط ليا، انا بزاف كيتصلوا بيا الارقام، ولكن انا ما عاقلش شكون هذا مول هذا الرقم هذا اللي اتصل بيا. مشكله. هذا السيد هذا غيعتقلوه، لان اول حاجه عنده بيع الخمر بدون ترخيص، هو تيعترف بها. قال لك اودي انا هادشي اللي عطا الله، لان اللهم يقول كيبيع الشراب بدون ترخيص وتحكم بواحد العقوبه ديال شهرين او 4 شهور، هو لا يمشي مدى الحياه. قالوا لي اسمع باش نجيوك واقعيين، هذا الرقم اللي اتصل بيك هو الرقم ديال فلانه. حتى هاد القراب غادي يلقاو كيسكن في الحومه ديال الضحيه، تما عنده الدار ديالو. قالوا لي اسمع هذا الرقم اللي اتصل بيك وراه هو الرقم ديال فلانه، وهاد السيده راه ماتت هذه مده، راه ماتت تقريبا هذه واحد المده ديال فايته 30 يوم، ولكن راه هذا الرقم اتصل بيك مور ما هي تلقات مقتوله. السيد جبد التليفون قال لك اوديه بالفعل هذا الرقم ها هو فين متصل بيا. قالوا له عاود اتصل به، كيتصل به التليفون مطفي. قالوا انتما كتسمعوا سيدي التليفون طافي، هذا الرقم هو اتصل بيا ولكن ما عرفش ديال من. هذا الباب هذا اللي سلكوا العناصر ديال الامن ما عطى حتى اوكل. هذا السيد اللي هو القرب غادي يعتقلوه وغادي يتقدم للعداله. من حسن الحظ ديالو غادي يخرج بكفاله. السيد ما عنده السوابق وهذا، قال لك اودي انا غلطت وهادشي اللي عطا الله وصافي. طلقوه بالكفاله خرج بحاله. هاد السيد خاف، اي هاد القراب خاف على راسو، قال بحال والو يرجعوا ثاني يبحثوا معايا. بدا تيفكر داك الرقم ديال من هذاك الرقم هذاك شكون اتصل به. بدا يرد السين تاع اللور وتيشوف داك النهار شكون اتصل به وشكون خدا منه الشراب. هو دير له في بالو طن عقل على واحد، عيط له في داك التوقيت وقال له فلان واش عندك شي شراب؟ وقال له راه عندي وجد داع. هاد القراب رجع عند البوليس قال له سيدي انا غنعاونكم في واحد الحاجه، انا بغيت نعاونكم في واحد الحاجه لان جريمه قتل وانا ما خصنيش نتورط. قالوا اما هي الحاجه؟ قالوا انا لما خرجت من ناجي بهذه القضيه هذه مشيت للدار بديت كنفكر شكون اتصل بيا داك النهار، بديت كنرجع شفت هذا ها شكون اتصل بيا في داك التوقيت. شكون هو؟ واحد الولد او واحد السيد اسم ديالو الكمالي، العمر ديالو 38 سنه،
غير متزوج، تيسكن خارج المدينه ولكن في واحد المنطقه اللي تابعه النفوذ الامن الوطني. قال لك سيدي هاد الكمالي راه اتصل بيا داك النهار وقال لي ودي واش عندك شي شراب تما، راه تقاضى لنا الشراب ندوز عندك. قلت له صافي، واتصل بيا بداك الرقم. اول مره كيتصل بيا بداك الرقم واخر مره، لانني انا كيتصل بيا بواحد الرقم اخر، والسيد راه تيتصل بيا تقريبا كل نهار كيقول لي جيب لي الشراب كذا، جيب لي الشراب، كيجيب غير الشراب الغالي. اي سيتي تيتهلا في راسو. سولو هاد القراب، قال هاد الكمالي فاش خدام؟ قال لك سيدي انا ما عارفوش فاش خدام، انا كنت عارفو بانه عساس في واحد المقبره وراه ما بقى شيء. الناس الامن ضرباتهم في الراس، بداو تيربطوا الخيوط. العظام البشريه كاين عند الشوافه، السيد خدام في المقبره، السيد اتصل بالتليفون ديال الشوافه، اذا كاينه شي حاجه ناضوا مورا غبره، مشاو عنده للدار، دقوا عليهم، خرجوا والديه. هنا الكمالي قال لك لا ما كاينش. فين هو الكمالي؟ قال لك اودي ما نعرف. شي خوتو قال لك اودي ما يكون كيشرب غير في البلاصه الفلانيه، قال سيروا تما تلقاوه. داكشي اللي كان. مشاو لذاك البلاصه لقاوه هو واحد الشخص واحد اخر، راهم جالسين تيشربوا. المينوط طراق يلا. هذيك الساعه ما غاديش يهضروا معاهم، هذوك جوج صحاب اي الكمالي وصاحبه ما يهضروش معاهم لانهم سكرانين، ما يمكنش يعتمدوا على الاقوال ديالهم. دوزوا داك الليله تصحاو وجابوا الكمالي، قالوا الكمالي غادي نسولوك العلاقه ديالك بالشوافه ليلى. قال ما سيديش من شوافه. قالوا لي الشوافه ليلى اللي كتسكن في الحومه الفلانيه، ما كيهضروش معاك بالشينويه، كيهضروا معاك بالعربيه. ليلى كتعرفها؟ وسيدي لا ما كتعرفهاش. لا واخا. صاحبو جابوه نفس السؤال، لان غيشوفوا هاد التليفون ديال من، ياك ما يكون الاخر اللي ارتكب الجريمه وعطى الاخر يهضر بالتليفون، ممكن. جابوا داك صاحبو قال لك انا عندي محل ديال المواد الغذائيه، ها انا تيدوز عندي الكمالي كيقول لي راه جبت شي قرعه مزيانه كنمشي نشربوها انا وياه، صافي هادشي اللي كاين. نهار الفلاني اتصلتوا بشي واحد، قال لك سيدي هو اللي اتصل به. هو انا قال لي عطيني الرقم ديالك، قلت له راه ما عنديش تعبئه. دوزنا الرقم لقينا بان التعبئه ما عنديش. مشى جاب التليفون ديالو، دوز عاوتاني من التليفون ديالو، لقى بان ما عندوش السولط. قال لي هدا انا غادي نشوف شي حل. مشى جاب واحد التليفون وشعلو اتصل بالقراب، قال له بدي واش عندك شي حاجه تما؟ قال له راه عندي. قال له صافي انا صيفط لك فلان هو غيجيب الفلوس وعطيها له. قال له ما سيدي خديت داك الفلوس مشيت جبت لك الشراب وجيت. الكمالي بقى هنا. اذا الكمالي هو اللي ضرب التليفون داك النهار، قال لك هو اللي ضرب التليفون داك النهار. الكمالي داروا المواجهه هو وصاحبه. قال له اسمع الشريف تبقاش تبول علينا، التليفون تهضرتي به وهضرتي مع القراب بنفس الرقم، هذاك الرقم مين جبتيه؟ هذاك الرقم مين جبتيه؟ داك التليفون فين هو؟ السيد بدا كيدخل خرج في الهضره. قال له اسمع الشوافه تلقات مقتوله والتليفون ديالها خدمتيه انت مورا المقتل ديالها، فين هو التليفون؟ انا عرفت بانه محاصر، ما عليه غير غادي يعترف بالجريمه كيفاش ارتكبها. هذا الكمالي هذا كان خدام في واحد المقبره، كان عساس، ولكن ما كانش عساس الجماعه اللي دايرها او شي حاجه، لا هو كان كيمشي لتما وكان كيعاون الناس على الدفن وكذا. وكانت واحد المقبره عمرت، اي صافي ما بقاوش فين يدفنوا، داروا واحد المقبره واحده اخرى وهنا غادي تحول. الكمالي الخدمه ديالو كان كيخدم مع الشوافه الاولى اللي علمت ليلى، وتما غادي يتعرف على ليلى، لانه كان كيجيب لها داك عظام الميات وكذا، تمشي للمقبره تيخبش هنا لان اصلا هو تيخدم في المقبره، الناس ما كيشكوش فيه، كان هو كيتكلف بهذه المشاكل هادو. تيقول بان تعرف على ليلى، ولكن صافي صارت العلاقه بيناتهم لان كانت علاقه فقط، كان كيجي عندك الشوافه تيتلاقاها تما، وكانت الا كان هو جاب شي حاجه هي اللي كانت كتخلصو. الوقت اللي ليلى عاوتاني دارت المحل ديالها ودارت المشروع ديالها ديال تشوافت، رجعت كتقلب على الكمالي وقالت له شوف كما كنت كتخدم مع فلان خدم معايا، انا غادي نفتح واحد المحل ديال تشوافت، ولا بغيت شي عظام الميات او شي حاجه جيبهم لي. قال صافي
خدموا انا وياك. الكمالي شنو كان كيدير؟ غير كتعيط ليه ليلى يقول لها صافي انا نجيب لك كذا وكذا، ولكن ما كانش كيجي عندها بالنهار، لا كان كيجي عندها حتى الليل، حتى الدنيا كتسهاط تيعيط لك يقول لها غنجي عندك الوقت الفلاني، يقول لها كتقول له صافي. داكشي اللي كان اليوم غدا عرف السيدي بان دارت الفلوس، الفلوس والذهب وكذا، وتيجي عندك يدخل عندها للدار. هو في الاول بغى يطمعها بالزواج، السيده قالت له شوف كون بغيت تزوج كنت زوجتو شحال هادي، انا ما غنتزوج ما والو، ما غندير لا علاقه لا حتى شي حاجه، لان حتى الطبيب الشرعي قال له ما السيده راه ما كانت لا في علاقه لا في والو، السيده فقط قتلت، ما كانت لا منه ولا مخدرات لا والو. هو تيقول بان ما بغاتش تعطيه الطوع، وتيشوف راسو بانه تيتسخر ليها، تعطيه داك 500 درهم 400 درهم ماشي شي فلوس. وهو تيلاحظ بان الصيت ديال ليلى الشوافه اولا كبير، السيده ولات عندها الفلوس، عندها الذهب، بدا تيفكر كيفاش يسرقها، بدا كيتسنى الفرصه، حتى عيطت له هي قالت له شوف غادي تجيب ليا كذا وكذا، قال صافي انا نجيبو لي. وشنو دار؟ وما مشاش جاب لها العظام البشريه او كذا، ما مشاش كاع للمقبره، فقط مشى جاب الموس لواه في واحد ميكا، تسنى حتى الليل تقريبا، درت داك الزوج ديال الليل، دق عليها عندهم المطباس، شكون قال لها فلان، وهي تفتح ليه الباب، دخل. الوقت اللي دخل السيده كانت لابسه غير البيجامه الناعسه، يلا فاقس من الناس اصلا كانت ناعسه، قال لها صافي انا جبت لك كذا وكذا، قالت له صافي تبعني باش تخلصوا. هو شنو دار؟ هي عطاتو بالضر، هو شدها وجبد داك الموس وبدا عليها، طعنه الاولى، طعنه الثانيه، طعنه الثالثه، السيده ماتت. تاكد بانها ماتت، دخل بيت الناس، بدا تيقلب، بالفعل لقى الفلوس ولقى الذهب، قال كاسيدي هزيتهم مشيت بحالتي. لما هزيتهم مشيت بحالتي، عنده واحد المحل حدا السكونه ديال والديه، مشى تما حط داك الشيء وبدا تيصرف، سرق ليها تقريبا المبلغ ديال 65 مليون فلوس. هذه فلوس حب وعذب. قالوا لي هادشي فين درتيه؟ قالوا مسير عندي في الدار. هو اصلا كلا في الفلوس، السيد كيشرب غير الويسكي المزيان وغير الشراب المزيان. مشاو معاه للدار، الوقت اللي مشاو معاه للدار غادي لقاو بان داير داك الشيء في واحد البانيو، هذاك البانيو داير فيه داك الذهب، اي جامع داك الذهب كليات وحاطو وجايبو داير فوق منه الغرس باش ما يبانش. والفلوس اي هما دايرين داك المحل اللي تيسكن فيه دايرو بالقصدير، جايبين واحد القصديره وقصديره واستف داك الفلوس تما، دارهم في واحد الميكا باش ما يدخل لهم لا ما لا والو، حطهم تما بدا كيجبد منه، سلو دوق هو جالس ياكل. مشاو مع تما جبدوا داك الفلوس، جبدوا داك الذهب. قالوا ليه التليفون فين درتيه؟ قال لك اسيدي التليفون عقت. قالوا ما انا تزطمت، لانني انا داك الساعه كنت سكران وبغيت نزيد الشراب، قلت لصاحبي اتصل بفلان يجيب لنا الشراب، دوزنا الرقم لقينا ما عندوش السولد، انا كذلك ما عنديش السولد. فكرت بان كاين التليفون عندي ديال الشوافه، لانني لما سرقتها خديت حتى التليفون وطفيته، جبت التليفون شعلته واتصلت بالقراب. الوقت اللي صاحبي مشى جاب الشراب انا دارت لي في بالي طرن، قلت هذا التليفون شعلته غادي نشوف كيفاش ندير. خديت التليفون وهرسته هرس داك كارت سيم فيه الرسيم، قال لك بلاصه الفلانيه، مشاو تما لقاو بالفعل كاينه كارت سيم، كاين الهاتف مهرس كيعترف بالجريمه ديالو. حجزوا داك الذهب داك الفلوس، هو اعترف بالجريمه، قال لك انا اللي كنت كنجيب ليها العظام ديال الميت، كنمشي داك المقبره القديمه تنبش القبور تنسرق، لو تنسرق عظام لو تنسرق كذا وكنبيعوا لها، هي واللي بغات وتخدم معها، ولكن انا طمعت، دوزتها بطريقه الزواج ما بغات شيء، دوزتها بالطريقه ديال العلاقات ما بغات شيء،
صافي قلت اخر حاجه بقات لي وهي نقتل لها وندي ديك الفلوس، لانني كنخدم معاها كتعطيني 300 درهم 400 درهم، شي مره كتهلا فيك كتعطيني 500 درهم او 600 درهم. انا شفت راسي بانني ضايع، قلت راه نصفيها ليها. كانت هذه الاعترافات ديال هذا المجرم. قالوا لي واش هذه الجريمه دايرها انت بوحدك ولا معك صاحبك؟ قال لهم لا، صاحبي ما عندوش يد في هذه الجريمه، صاحبي فقط انا في واحد الوقت ما كانش عندي كان كيخلص عليا، ودابا باغي دبرت واحد شويه بديت كنخلص عليه، ما نساش العشره ديالو. هذاك بحثوا معاه قال لك انا ما عندي علاقه، انا يدي فوق راسي، انا كنبيع غير في المحل، انا ما سارق ما قاتل، ما تلقاو يمشي بحاله، لان صاحبه برؤو. شكون اللي بقى مرتكب الجريمه؟ وهو الكمالي. كمالي ما مزوج ما والو، العمر ديالو 38 سنه، غيتقدم للعداله، غادي يتحكم بالعقوبه ديال المؤبد بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، السرقه او السرقه الموصوفه، لان تعدات العشرة د الليل تسمى السرقه الموصوفه، تولي جنايه، وكذلك نبش القبور، تحكم بالعقوبه ديال المؤبد. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبره. الاستفاده شنو هي؟ وهي طريق الحرام ما كتوصلش. السيده ما حمدتش الله حتى جابتها في راسها. ها علاش الانسان خصو يرد باله ويبعد على المشاكل ويبعد على الصداع. الله ينجينا وينجيكم من المشاكل، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. الا عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وكثروا لنا بالتعليق وكثروا لنا من اللايك من اجل مواصله نشر هذا المحتوى. كما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. من خلال الحلقه ديال اليوم بغيت نوجه تحيه لواحد المتابع ديالنا اللي طلبها مني في واحد الحلقه، واللي هو هشام العروسي، سائق حافله للنقل السياحي، اللي كيبلغ التحيه البنت ديالو ياسمين العروسي، وكذلك الابن ديالو ادم العروسي. تحيه للمتابعين ديالنا فين ما كانوا كيتواجدوا، وكذلك تحيه للناس ديال طنطان والناس ديال الجنوب، الناس ديال الصحراء كاملين. متابعينا الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. كما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات مره اخرى، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.